في الاسبوع الاول هنا بملعب درنا البلدي. شوط اول تابع المشاهد الكريم والمتابع لقناه ليبيا الرياضيه داخل وخارج حدود الوطن. الشوط اول انتهى بالتعادل السلبي بدون اهداف. شفنا ابرز الفرص الضائعه لفريق الهلال تحديدا ابو بكر ابو عقيله وايضا محسن التايب، وهناك ركله جزاء اولى لمصلحه فريق الانيق الرياضيه في المتابعه من ملعب درنا البلدي. بدايه سريعه، يعني كما اشرت في شوط اللقاء الاول قلت بان درنس هذا الموسم بشكل مغاير، ليس درنيسي الموسم الماضي. اذا محمود الشلوي في مواجهه حسام مبيا، اي مكان سيختار الشلوي في لعب الكره في مواجهه حسام مبيا تحديدا. دخلنا في الدقيقه الثانيه، هي الدقيقه الاولى. محمود الشلوي يلعب كرة، هدف أول لمصلحة فريق دارنس. يتمكن الأنيق، يتمكن محمود الشلوي من إحراز أول هدف الأنيق من ركلة جزاء. فرحة لاعبي فريق دارنس الأنيق، أول أهداف المجموعة الأولى هنا بملعب درنا البلدي. يتمكن الشلوي يتمكن في إسكات الجميع، يقول أنا موجود مع الأنيق. هدف جميل لهذا اللاعب محمود الشلوي. اذا تتغير نتيجه مشاهدينا متابعينا الكرام، دارنس يسجل اول اهدافها في شباك الهلال، في شباك الحارس حسام مبيا. كان يجيبها حسام، والله من شاف في نفس الزاويه كان يجيبها.